السلام عليكم، معكم مجددا دكتور صهيب. طبعا أنا على عجالة كالعادة. بدي أنوه على موضوع يجينا كثير مراجعين له بالعيادة، اللي هو موضوع زيادة الوزن ونقصان الوزن. كثير من المرضى يجونا إما يكون وزنه زايد بده ينزله ويعمل ريجيم، أو وزنه ناقص بده يزيد هذا الوزن. وللأسف معظم المرضى ما يعرف إنه هو فعلا واقع بزيادة، وهاي الزيادة كم درجتها، أو واقع بنقصان وهاي هذا النقصان أيضا كم درجته. الزيادة الوزن ونقصان الوزن مثله مثل كل الأمراض له درجات. إذا كان بالدرجات البسيطة فهو لا يؤثر بشكل كبير على الجسم، وإن كان بالدرجات العالية فهو يؤثر على الجسم، حيث أن الزيادة ممكن تؤهب للعديد من الأمراض، أهمها السكري والضغط وأمراض الجلطات القلبية وربما والدماغية إذا ترافقت بزيادة بشحوم الدم. ونقصان الوزن أيضا يؤثر على أمور عديدة، أهمها مناعة الجسم، حيث أن الشخص الذي يكون وزنه أقل من الطبيعي بشكل كبير يزداد احتمال إصابته بالمرض وتقل مناعته، وحتى أن نقصان الوزن يؤدي إلى مشاكل في الخصوبة والإنجاب. هناك قاعدة تسمى حساب كتلة الجسم الوسطي، بالإنجليزية البادي ماس إندكس. هذه القاعدة عن طريقها نقوم بحسابة الوزن المثالي. مؤشر كتلة الجسم البادي ماس إندكس مثل ما قلنا هو اللي يحسب لنا إذا إحنا وزننا مثالي أو غير مثالي. طبعا هذا المؤشر يعتمد على الوزن والطول، حيث أنه إحنا نقسم الوزن تقسيم مربع الطول بالمتر. راح يطلع معي رقم، هذا الرقم هو البادي ماس اندكس او مؤشر كتلة الجسم. هذا الرقم اذا كان تحت 18.9 فنحن بحالة نقصان وزن، واذا كان فوق 24.9 فنحن بوضع زيادة وزن. طبعا اذا الرقم كل ما ازداد بالنسبة لموضوع الزيادة وكل ما نقص بالنسبة لموضوع الوزن النقصان فنحن نقترب من حالة الخطورة. طبعا المرحلة الأخيرة من زيادة الوزن تكون بين 35 إلى 40، وهي مرحلة خطيرة تستدعي فعلا أن نلاقي حل إما دوائي أو جراحي لموضوع زيادة الوزن. طبعا نوه بنهاية الفيديو السريع هذا إلى أن الأطفال والحوامل والرياضيين لا تحسب عندهم هذه النسبة مثل الأشخاص العاديين، حيث أن الأطفال لا زال عندهم النمو لم يكتمل بشكل كامل، والحوامل نعرف المرأة الحامل يزيد عندها الوزن بسبب الجنين والماء الأمينوسي السائل الأمينوسي. والرياضيين هناك كتلة عضلية زايدة، هم طبعا يربونها زيادة خاصة ليأخذ هرمونات، فهي أيضا تؤثر على حساب هذه النسبة. طبعا الفيديو القادم إن شاء الله تابعونا، راح نتكلم فيه عن الأمور اللي تزيد الوزن والأمور اللي تنقص الوزن، ومتى وكيف نراجع الطبيب بحال وجود زيادة أو نقصان للوزن.